مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات وعي وإدراك. أهلا وسهلا بيكم. من وعي والإدراك إن احنا نعرف كويس قوي أنواع الشخصيات إيه هي، وكمان نعرف إزاي إن احنا نتعامل معاها بشكل أو بآخر عشان خاطر نقدر نبقى في مرونة وفي الدنيا تسهل علينا في كل حاجة في المعاملات. الشخصية من الشخصيات بتتقسم لشخصيات صعبة وشخصيات سامة. الشخصيات الصعبة طبعا بنبقى مجهدين جدا ومرهقين في التعامل معاها، بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا جدا جدا. انما الشخصيات السامة هي شخصيات بتبقى يعني ده التدرج الطبيعي للشخصيات الصعبة. الشخصيات السامة دي بتبقى مرهقة، مش مرهقة بقى يعني هي بتمص دم اللي قدامها، بتبقى عايشة على طاقته فقط لا غير. وعلشان خاطر كده لازم نعرف ايه هي الشخصيات السامة وازاي نقدر نتعامل معاها مع كل شخصية على حدة. يعني مثلا شخصية من الشخصيات السامة هي الشخصية المعارضة. الشخصية المعارضة دي خالف تعرف، شخصية من الشخصيات اللي فيها بس انه يختلف في الرأي من اجل الاختلاف، يختلف من اجل الاختلاف. وجهات نظر يمين هو يقول شمال، ومش عاجبه اي حاجة ومش عاجبه اي رأي. فلازم هنا في الشكل ده بيؤدي الى انقسام المجموعة كلها لمجموعات. عشان خاطر كده في طريقة المعاملة نتعامل معاها ازاي، ان احنا لازم ناخد اكبر قدر واكبر قاعدة ممكنة معانا في الرأي علشان خاطر نقدر نقنع الناس دي. وكمان حاجة مهمة جدا 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 لازم نسمعه حتى النهاية ونعرف هو معترض ليه، وجه الاعتراض دوت، وفي نفس الوقت نبدأ من النقطة اللي هو متفق معانا فيها علشان خاطر نقدر نكمل معاه ونقنعه بوجهات النظر دي. شخصية من الشخصيات السامة كمان اللي هو متمسك بآرائه. الشخص المتمسك بآرائه ده شخص متكبر وعنيد جدا، دماغه ناشفة، هو متعالي دايما، بيستكبر ان هو يعني حتى في الصح والغلط معارض، يعني بيتمسك في رأيه وبيعند وبيتكبر في انه يعترف ان هو فعلا الحاجة دي او الرأي ده غلط او الرأي ده صح. لازم نتعامل معاه انه نقول له ان الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولكن احنا نقدر نتعامل مع بعض ونفهم ونقرب لوجهات النظر دي، وفي نفس الوقت لازم نجمع الآراء والناس اللي متفاهمين مع بعض معانا علشان خاطر برضو لما يلاقي نفسه شخص واحد في وسط مجموعة والمجموعة كلها بتقول فعلا ان الرأي ده مش تمام، يبقى هو فعلا الرأي ده مش تمام. فلازم انه يعرف ان هو على خطأ، والناس كلها لازم الصح صح والغلط غلط في وسط المجموعة. بس فحاجة من الحاجات التانية الشخص المجادل. الشخص المجادل ده هو الشخص اللي هو اصلا بيجادل مش على اساس علمي، يعني يفضل يتكلم كتير جدا وخلاص على اساس مجادلة من اجل المجادلة، مفيش اساس علمي خالص في الجدال. يعني لازم الشخص ده كتير كلام جدا وبيسمع لكلام الناس، وبيحب دايما ان هو يتكلم كتير جدا. فعشان خاطر كده لازم قبل اي حاجة يفهم ان هو لما يتكلم كلمة لازم تكون على اساس علمي. الاساس العلمي ده لازم يبقى قارئ كويس في المجال اللي هو عاوز يتكلم فيه، ويعني يبقى يستند على اساس علمي بحت، ما يتكلمش من اجل الكلام وخلاص والجدال وخلاص. ولازم برضو عشان نبقى في الصورة ان هو زي ما هو عاوز يتكلم في شخص قدامه لازم يسمع له،
لازم يدي فرصة للي قدامه في الكلام، لان هو شخص دايما في الكلام بيحب دايما هو اللي يتكلم وبس، ما يديش فرصة للي قدامه للكلام. هو ابو العريف زي ما بيقولوا. لازم طبعا نوجه له اسئله صعبه من وقت للتاني، لكن ما نحرجوش في نفس الوقت، ما يبقاش محرج جدا ليه. فدي شخصيه من الشخصيات السامه اللي لازم نتعامل معاها بطريقه فيها فهم وادراك ووعي وادراك للنوعيه دي من الشخصيات، علشان خاطر نقدر ونعرف نتعامل معاها كويس جدا. شخصيات من الشخصيات السامه هو الشخص العنيد. الشخص العنيد دي بيتجاهل وجهات النظر للناس كلها، وهو دماغه ناشفه جدا وعنده يعني ناشف في المعامله، هو حد ناشف في المعامله، ويرفض الحقيقه، يرفض الحاجه الصح، الحقيقه اللي بتتقال الثابته، يعني الحقائق الثابته دايما رافض ليها. هو دماغه ناشفه هو كده. وبعدين لا يحترم الاخرين، هو شخص ما بيحترمش اي راي واي حاجه، هو شايف نفسه هو الصح على طول، وكل اللي حواليه بيقول غلط، وشايف نفسه هو اللي دايما معاه الحق، وهو كده. ازاي بقى نتعامل مع الشخص ده؟ لازم نشركه في مجموعة، ولازم المجموعة دي كلها تبقى معانا في الرأي. الناس اللي شايفة ان الموضوع ده تمام، كله تمام، يبقى هو لازم يكون معاه. لازم يكون ان هو نعرفه انه احنا هنكون سعداء لو هنسمعه، بس هنسمعه ممكن نسمعه في وقت تاني، يعني لازم ما ندهوش الوقت الكافي ان هو يقعد يعند وخلاص. لا، احنا عندنا وقتنا من ذهب، والصح صح والغلط غلط، ولازم يعرف حدوده في المعامله. وكمان حاجه مهمه جدا ان احنا في وسط كلامنا معاهم هنقول لهم في مواضيع كتير، نعم هو انت عندك حق في كده، ولكن كده كده كده، علشان خاطر ما يحصلش مجادله في الكلام، وكلام يبقى ملوش لازمه كتير ممكن يتقال. شخصيه من الشخصيات السامه هو الشخص الثرثار. الشخص الثرثار ده كثير الكلام في حاجات، هو عارف ان هو يعني بيحب الكلام كتير على الفاضي والمليان، يعني يحب الكلام كتير جدا في كل حاجه، في الكبيره والصغيره. هتلاقي خياله واسع جدا، خياله واسع جدا 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 في كلامه وفي حديثه، وكمان ممكن ينسى حاجات كتير هو قالها من كتر ما هو كلامه كتير جدا جدا جدا. والطبيعي يقع في كتير من الاخطاء، لانه هو شخص خياله واسع وبيتكلم كتير. وفي نفس الوقت نتعامل معاه ازاي؟ لازم نقطعه في الكلام ونفهمه ان الوقت له حساب، وهو ثمين جدا جدا جدا. الوقت حسابه وله قدر، ولازم نتعامل معاه باحترام. لازم نحترم وقتنا، وهو كمان لازم يحترم الوقت ده. ولازم في نفس الوقت اظهار عدم يعني الاهتمام ليهم، وما نسمح لهمش ان هم يتكلموا عمال على بطال وحاجات كتير، يعني ما ندهمش الفرصه لحاجه زي كده، لان طبعا هم بيخرجونا عن الموضوع نفسه. يعني لازم يكون هو على علم انه بيخرج عن الموضوع نفسه، بينحاد عن الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه من كتر كلامه. شخصية من الشخصيات السامة كمان هي الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية دي شخصية من الشخصيات السامة اللي هو أنا ومن بعد الطوفان. شخص أناني جدا بتصرفاته وأفعاله، بيهتم ويقدر نفسه بشكل كبير جدا جدا جدا، وشايف نفسه على الناس كلها، وشايف ان هو قدراته وامكانياته تفوق الحد. مفيش حد في حياته كلها زيه في امكانياته وقدراته. ودي شخصيات من الشخصيات اللي عندها اضطرابات نفسية، واثبتت الدراسات ان النفسية وكل المجالات النفسية اثبتت ان هو عنده اضطرابات في الشخصية بتؤدي الى انه بيفهم نفسه كده ان هو حد يفوق التوقعات.
وامكانياته كبيره جدا مش زي اي حد، وده في حد ذاته مشكله كبيره جدا جدا جدا. لو بصيتوا لها على ارض الواقع هتلاقوا لا طبعا مش قد الحجم اللي هو واخده مع نفسه قدام العالم كله، وطبيعي ما بيدورش غير على نفسه هو. حاجه الشخصيات ديت لازم نتجاهلها تماما، لازم نتجاهلها تماما، ما نديهاش اكبر من حجمها. تمام. حاجه كمان ان احنا يعني ما نسيبهاش تاخد كل حاجه هي عايزاه، بمعنى انه هي متعوده دايما ان هي تاخد وبس ما تديش. فاهمين ازاي؟ فبعدين انه لازم يعرف قيمه العطاء، ولازم نعلمه ازاي يدي زي ما هو بياخد في كل حاجه. وبالتالي فهنا لازم يتمنع الشخص ده يتمنع من انه نديه، عشان خاطر يعرف قيمة العطاء المقدم ليه. يعني العطاء المقدم ليه ده له حساب، ولازم يتمنع منه عشان يعرف قيمته، عشان يقدر بعد كده انه يدي الناس. شخصية من الشخصيات السامة، شخصية من الشخصيات السامة الصعبة جدا في المعاملة هي الشخصية العصبية. الشخصية العصبية هي دايما المندفعة، الشخصية المندفعة اللي هي ما بتستطيعش التحكم في انفعالاتها. الشخصية اللي ما بتستطيعش التحكم في انفعالاتها بتبقى صعبة جدا في المعاملة، عايزة طولة بال كبيرة جدا جدا جدا، عايزة ثبات انفعالي في نفس الوقت، وعايزة هدوء وأعصاب، وفي نفس الوقت ما نتعاملش مع الشخص العصبي وقت عصبيته، لازم في الوقت المناسب، وما نرضخش لمتطلباته للأمر الواقع أبدا. يعني احنا دايما نتعامل معاه وتمام أنا معاك، لكن مش هنرضخ للأمر الواقع اللي انت بتحطنا فيه، لا خالص. يعني الصح صح والغلط غلط. وعدم مناقشة الشخص وقت ما يكون في عصبية، أو لازم نختار الوقت المناسب في ازاي نقدر نتعامل معاه بكل هدوء، ونحافظ على هدوءنا معاه، عشان هو شخص ما يعرفش يتعامل بثبات انفعالي، بالعكس تماما هو عنده مشكلة في الثبات الانفعالي ده، فبيظهر توتر وقلق وعصبية وزرجنة، ولازم هو كده هو كده. لا خالص تماما، لازم نتعامل معاه بكل هدوء، وفي نفس الوقت ما نرضخش للأمر الواقع اللي هو فيه. شخصية من الشخصيات السامة هو الشخصية الأنانية. الشخصية الأنانية دي تبحث دائما عن الألقاب، هي شخصية تبحث دائما عن الألقاب، دايما غيرانة من الناس القريبين منها ومن الأصدقاء بتوعها. هي شخصية بتحب دايما ان هي توصل لمركز مالي كبير جدا ونفوذ وسيطرة، وتحب دايما الأضواء تبقى متوجهة عليها. في نفس الوقت هم بيحرصون جدا على وقتهم، يعني دايما الوقت ليه قدر كبير عندهم من الاحترام، فهم عارفين كويس قوي هم بيعملوا ايه. ازاي نتعامل معاهم؟ لازم يعني نعرفهم ان الوقت ده زي ما هم بيحبوا الخير لنفسهم، دايما لازم يشوفوا الناس اللي حواليهم ويسمعوا آرائهم ويحترموا كل متطلبات الناس اللي قدامهم، زي ما هم ليهم متطلبات لازم هم كمان يعني ينفذوا او يدوا الناس حقهم في متطلباتهم. حاجة كمان يحبون الظهور، ان هم بيحبوا دايما ان هم يظهروا بشكل او باخر قدام الناس كلها، وفي نفس الوقت يبقى كل حاجة عليهم، هم الناس شايفاهم، هم الناس بتحب تديهم كل حاجة، هم الناس بيحبوا يلبوا لهم طلباتهم ورغباتهم، لكن في نفس الوقت هم مش عايزين يدوا الناس اي حق من حقوقهم. وده طبعا لازم نعودهم عليه، ان هم لازم زي ما هم بياخدوا كمان يدوا كل الناس اللي حواليهم. الشخصية الباردة، الشخصية الباردة دي بقى شخصية من الشخصيات السامة اللي هي ملهاش رد فعل في اي شيء، يعني برود اعصاب متناهي مهما كان الموقف كبير او المشكلة، الحجم المشكلة الكبيرة اللي محطوطة فيها او اللي محطوط فيها.
مفيش اي رد فعل انفعالي خالص، برود اعصاب. فهنا لازم انه نتعامل معاها بكل هدوء، بكل هدوء كبير جدا وثبات انفعالي، علشان خاطر نقدر ان احنا نقول لهم انتوا يا جماعة لازم يبقى لكم رد فعل كويس في كل تصرف وكل افعال اللي انتوا بتتحطوا فيها، لان لازم يكون شخص ايجابي لكل فعل رد فعل مناسب. وكمان نقدر نطرح عليهم الاسئلة اللي هي ممكن مفتوحة، الاسئلة المفتوحة، عشان نديهم فرصة للكلام والتعبير، وان هم يبدوا رأيهم ويتفاعلوا مع الناس، لان طبعا الاسئلة المقفولة بتنهي كل شيء. يعني مثلا نقول لهم ايه، يعني انتوا بتحبوا ازاي ان انتوا تتفاعلوا مع الناس مثلا، او ان انتوا تتكلموا مع الناس في اي موضوع، غير ان احنا نقول لهم تحبوا كده او ولا كده، يعني تحبوا كده او كده. فطبيعي هيبقى الاجابة حاجة واحدة. لا، احنا نديهم اسئلة مفتوحة بحيث ان هم يقدروا يتكلموا ويتفاعلوا مع الناس ويتفاعلوا مع المجتمع، ويبدوا رأيهم في الحاجات اللي لازم يبدوا رأي فيها، ويبقوا أشخاص إيجابيين مع الناس اللي قدامهم. كنت سعيدة جدا بلقائي معاكم ده، وسعيدة بيكم، وشكرا على وقتكم اللي قضيتوه معايا، وإلى لقاء آخر في وعي وإدراك.